ايه ده؟ السمك بيموت. بقول لك هندسة، يب. ده ايه السمك ده؟ السمك بيموت؟ دي سمكه ميته من السنه اللي فاتت. طبعا ده طبيعي ان ط- السمك يموت. طيب هو بيموت ليه؟ ده لا، دي كان عندنا السنه اللي فاتت كان فيه بعض سمكه كده بتموت من حاجه اسمها البطه الحمراء. ده مرض جلدي بيجي يظهر على جسم السمكه. طبعا هي دي مش واضحه دلوقتي عشان هي قديمه، ولكن ايوه هي بيظهر دايما جنب الديل او فوق الزعانف من هنا كده، فوق الزعانف كده، او وساعات في البطن. وممكن يحصل لها تقرح كتير خالص كده، وتبقى باينه خالص ان هي شكلها مش هتعيش وتكمل. ايوه وممكن ما تكملش وممكن تموت. بس هنقول لو الاغلبيه بتموت فهي اعداد بسيطه في المزرعه بالنسبه للاعداد اللي احنا حاطينها، فما تشغلنيش قوي. اصل ايوه. هي يعني بعض واحده من نص عشرات الالاف مش امر بالنسبه لنا. تمام. ولكن دي بيبقى الجو حر، مرض فطري جاي في الميه، الكلام ده. بس بتبقى امور ط- بسيطه وما طب فيش هو مشكله خالص يعني. بيبقى ليه دواء يعني او علاج او حاجة زي اه كده؟ طبعا بنحط له طبعا بعض المطهرات والكلام ده عشان تساعد ان التئام الجروح اسرع، عشان الفطر ما يهاجمهاش وياكل منها جزء كبير من جسمها. ما فيهاش تمام مشكله يعني. تمام. لكن عادي، ده اصل بعد واحده كده امتى بقى اللي تقول ان في ظاهره ومش كويسه؟ لو الاعداد بتموت كتير، يعني مثلا كل يوم بيموت عندي 50 60 سمكه في المزرعه. دي لا، يبقى كده في ضرر. لكن واحده اثنين الكلام ده مش مستاهل ان انا اجيب علاج، لان طبعا برضو الضدات الحيويه بتضعف مناعه السمكه. فانا ما بحاولش استعملها الا لو العدد كبير، مثلا 50 60 سمكه في الحوض ولا الكلام اه ده، يبقى انا اقدر اجيب لها مطهر.